بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني إعدادي، رجعنا لكم عشان نستكمل حل بنك الأسئلة الموجودة في كتاب الأضواء المراجعة النهائية. هنحل النهاردة الوحدة الثالثة بعد ما حلينا قبل كده الوحدة الأولى والثانية بناء على طلباتكم. نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أكمل العبارات الآتية. بيقول لي هنا إيه؟ الخلية هي وحدة البناء والوظيفة في جسم الكائن الحي. تنشأ الزهرة من برعم زهري يخرج عادة من إبط الورقة تعرف بالقنابة. طيب، تنتج حبوب اللقاح داخل المدك، وبينما تتكون البويضات داخل المبيض. الزهرة عبارة عن ساق قصيرة تحولت أوراق لإتمام عملية التكاثر. إذا احتوت خلية جسدية لنبات بطاطس، شوف بيقول خلية جسدية يعني 2N، يعني 48 دي 2N، فإن حبوب اللقاح اللي هي المفروض فيها N لنفس النبات، يلا يعني كده هنجيب نص 48 24. تنشأ النورة العرقودية البسيطة من محور بسيط، من محور رئيسي طويل يحمل أزهار تتفتح من الأسفل إلى الأعلى، زي نبات قلنا زي نبات المنثور أو حنك السبع. المنثور أو نبات اسمه حنك السبع. تعالوا ناخد كده رقم 7. بيقول يحدث التنوع الوراثي في الانقسام الميوزي بسبب عملية العبور الوراثي التي تحدث في الانقسام الميوزي. لاحظوا لازم نكتب الأول، لأن احنا عندنا انقسام الميوزي أول وثاني. عند زراعة درنة البطاطس تعمل الدرنة نفسها كمخزن للغذاء لإمداد البراعم النامية بالطاقة. النسبة، أول ما يقول لي كلمة النسبة يعني أعمل بسط ومقام. مين اللي هنكتبه في البسط؟ اللي هيقوله الأول. قال مين الأول؟ انقسام الميوزي. بيقول النسبة بين عدد الكروموسومات لانقسام الميوزي. عدد الكروموسومات لانقسام الميوزي كام؟ 2N. طيب، وعدد الكروموسومات في الخلية الأصلية، يعني انقسمت أصلية برضو فيها كام؟ 2N. يبقى النسبة كام؟ طبعا دي هتروح مع دي ودي مع دي، يبقى 1:1 في الخلية الأصلية. يتميز نبات الثوم يتميز عندي نبات الثوم بنوع النورة خيمية، بينما نبات المنثور تو أخذناها فوق عنقودية. عندما يصعب تمييز البسلات عن البتلات من حيث النوع، يطلق على المحيط الكأس والتوج اسمه الغلاف الزهري. تعالوا رقم 12. بيقول يعتمد التكاثر الخضري في البطاطس على الانقسام الميتوزي. الخلية التي تنتج من اندماج، هو بيسأل عن الخلية الناتجة مش بيسأل عن العملية، اسمها ايه؟ الزيجوت، وتحتوي على 2N من الكروموسومات. في النورة المشطية يكون المحور الرئيسي قصير، وتكون الأزهار جميعها على جانبي محور واحد. متوك الأزهار التي تتلقى خلطيا برياح مدلى، بينما المياسم لزجة. طيب، إذا انقسمت خلية جسدية 3 انقسامات اللي هي دي عدد الانقسامات ميتوزية، فإن عدد الخلايا الناتجة القانون بيقول ليه 2N اللي هي كام؟ 3، يعني هنقول 2 أس 3 هتديني كام؟ 8. يرمز لعدد الكروموسومات في الحيوان المنوي بالرمز N، ويرمز لعدد الكروموسومات في الخلية العضلية 2N. طيب، ليه قلنا في المنوي N؟ لأن دي أمشاج، أما الخلية العضلية دي خلية جسدية. يدخل أنبوب اللقاح إلى البويضة من خلال فتحة دقيقة تسمى النقير، والنقير تصغير لكلمة نقرة. تعالوا ما هنا سؤال 19. بيقول لي تعتبر أزهار النخيل أزهارا وحيدة الجنس، يعني ايه؟ في منها أزهار مذكرة وأزهار مؤنثة. في الانقسام الميوزي الثاني تنقسم كل خلية N لتعطي خليتين
تحتوي كل منهما على N كروموسومات، لأن الثاني قلنا بيشبه الميتوزي، دخل N هتطلع N. يستخدم محلول أزهار البابونج كمهدئ للأعصاب، بينما يستخدم محلول أزهار الكركديه في خفض الدم. يحدث الانقسام الميوزي إلى إنتاج الأمشاج واختزال عدد الكروموسومات. تتكون الأسدية من خيط تحمل في طرفه المتك الذي يحتوي على حبوب اللقاح. يحدث التلقيح، شوفوا انتبهوا هنا، عندما تنتقل حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم نفس، أشوف بعد كلمة نفس مكتوب الزهرة، يبقى ده تلقيح ذاتي. طيب ناجي هنا سؤال رقم 2 بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. أي العمليات التالية تؤدي إلى تنوع الصفات الوراثية؟ الانقسام الميوزي. ليه؟ لأنه بتحدث فيه عملية العبور الوراثي. تتفتح أزهار النورة الخيمية، قلنا من فين أزهار النورة الخيمية؟ بتتفتح من الخارج إلى الداخل. يحدث الانقسام الميوزي في النباتات الزهرية داخل المتك. يحمل نبات نقط نورة تشبه المشط، قلنا اللي بتشبه المشط اللي هي زهرة الإبريس. عدد، تعالوا رقم 5، عدد الخلايا الناتجة من انقسام خلية تناسلية واحدة انقساما ميوزيا كاملا. ايه قصده كاملا؟ يعني الأول والثاني. كم عددهم؟ 4. بعد عملية الإخصاب في النباتات تتحول، مين اللي بتتحول لبذرة؟ البويضة. عند زراعة درنة البطاطس يجب أن تحتوي القطع المزروعة على برعم واحد على الأقل. تعتبر أزهار نقط من الأزهار العارية اللي هي أزهار الصفصاف. رقم 9، أي مما يلي يمثل انقساما ميتوزيا؟ اللي هي تعويض التالف من الأنسجة. رقم 10، المحيط الزهري الذي يعمل على حماية أعضاء التكاثر وجذب الحشرات التويج. تتكون الكربلة من مبيض وقلم وميسم. رقم 12 بيقول خلية تحتوي على 2N كروموسومات تنقسم لتعطي خليتين بها 2N، يبقى دخلت 2N تطلع 2N وتديني خليتين، يبقى ده الانقسام الميتوزي. حمى القش هي استجابة مناعية يسببها حبوب اللقاح. إذا قطعت ذرة البطاطس اللي زرعتها ولم تحتوي على إحدى هذه القطع على برع فإنها لا تنمو. توجد الكروموسومات في الخلية داخل النواة. النباتات التي تلقح بالرياح تنتج حبوب لقاح كثيرة وخفيفة. 7، يحتوي حيوان الشمبانزي اللي هنا قصدي 17 يحتوي كم عدد الكروموسومات؟ 48 كروموسوم. تبقى أوراق التويج بعد عملية الإخصاب في نبات. تعالوا نشوف التويج اللي هي الملونة، في الطماطم لا، في الخيار لا، في الطماطم في الكأس، وفي الباذنجان في الكأس. طيب وهنا برضو المفروض في كأس، حتى دي غلط، السؤال ده فيه غلط على فكرة، لأن الرمان بيحتوي على حاجتين، الكأس وإيه والسوداء، وهنا يحتوي على الكأس وهنا يحتوي على الكأس. السؤال ده فيه غلطة، السؤال ده فيه غلطة. هنا يمكن يقول لو قال يحتوي على السوداء يبقى هنختار الرمان. يمكن حساب عدد الخلايا الناتجة من انقسام الميتوزي من العلاقة الرياضية 2 أس N. ضع علامة صح أو غلط أمام العبارات التالية. عدد الكروموسومات في الخلية الجسدية للغراب هنا أقل من الفيل. طبعا غلط، لأن الفيل 56 والغراب 80. طيب الأزهار التي تلقح بالرياح تكون بتلاتها كبيرة وزاهية اللون؟ لا، مش محتاجينها، دي لإيه؟ اللي تلقح بالحشرات. يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا الجسدية بهدف النمو؟ طبعا لا، ده كله غلط. تعالوا رقم 4، تتفتح أزهار النورة العنقودية من أعلى إلى أسفل، يعني من الأحدث إلى الأقدم. طبعا ده غلط، من أسفل إلى أعلى. يحتوي الزيجوت على المادة الوراثية كاملة N. طبعا الكلام ده صح.
تعتبر درنة البطاطس مخزنا للطاقة، صح. في التلقيح الخلطي قد ينتج الطلع والمتاع في أوقات مختلفة، صح. يحتوي المبيض على حبوب اللقاح، غلط. المبيض على البويضات. الانقسام الميوزي الثاني يشبه الانقسام الميتوزي في خطواته، صح. يتم إخصاب البويضة باندماج إحدى نواتين ذكريتين مع نواة البويضة، الكلام ده صح. الكروموسومات المتماثلة تتبادل أجزاء منها في الطور الاستوائي في الانقسام الميتوزي، لا طبعا الكلام ده غلط. ثمار الباذنجان تحتفظ بأوراق الكأس بعد نضجها، صح. التلقيح هو انتقال، مادام قال انتقال يبقى النواة الذكرية واندماجها، احنا ده الاندماج يخص الإخصاب، التلقيح بس عملية انتقال، فده هنعتبره غلط ان هو أضاف كلمة اندماج. الاندماج ده تعريف الإخصاب. تتكون النورة المشطية من محور رئيسي يستمر في النمو طوال حياة النبات، لا احنا قلنا دي العنقودية اللي بيحصل فيها كده. الخلايا الناتجة من الانقسام الميتوزي تكون مطابقة وراثية من الخلية الأصلي، طبعا الكلام ده صح. تستخدم أزهار الكركديه لتهدئة الأعصاب، غلط. 17 عدد الكروموسومات هو المسؤول عن حجم الكائن الحي، الكلام ده غلط. المياسم في الأزهار الملقحة بالرياح تكون ريشية لزجة لالتقاط حبوب اللقاح، صح. تنقسم النواة المولدة داخل حبة اللقاح ميتوزيا لتكوين نواتين ذكريتين، صح. اكتب المصطلح العلمي: عملية حيوية يقوم فيها الكائن الحي بإنتاج أفراد جديدة من نفس نوعه مما يضمن استمرار وحمايته من الانقراض، التكاثر. طيب وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي قلنا الخلية. بعد كده جميع خلايا الكائن الحي عدا الخلايا التناسلية قلنا الخلايا الجسدية. بعد كده خلايا متخصصة مسؤولة عن التكاثر الجنسي اللي هي الأمشاج. بعد كده عملية حيوية يقوم بها الفرد الأبوي، فرد أبوي يبقى تكاثر لا جنسي. طيب تكاثر لا جنسي يتم بواسطة أجزاء من النبات دون البذور، يبقى التكاثر الخضري اللي هي أحد أجزاء النبات زي إيه؟ جذر، ساق، أوراق. ناجي رقم 7: انقسام الخلية الجسدية إلى خليتين جديدتين متماثلتين بهما نفس عدد الكروموسومات، انقسام ميتوزي. طيب كتلة من الخلايا الناتجة عن انقسام الخلية الجسدية انقساما ميتوزيا عدة مرات بشكل مستمر وغير طبيعي، عافانا الله وإياكم الورم السرطاني، ربنا يعافينا جميعا ويشفي مرضى السرطان. 9: انقسام الخلية التناسلية 4 خلايا أمشاج يحتوي كل منهم على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأصل، ده انقسام ميوزي. تبادل أجزاء من المادة الوراثية بين الكروماتيدات الغير شقيقة أثناء الانقسام الميوزي، عملية العبور الوراثي. بعد كده 11 عملية حيوية يشترك فيها فردان من نفس النوع، أحدهما مذكر والآخر مؤنث لإنتاج أفراد جديدة، هنكتب تكاثر جنسي. طبعا تكملة التعريف تحت. عملية اندماج، أول ما يقول عملية وراها اندماج دي اسمها الإخصاب. التلقيح اسمها انتقال. ساق قصيرة تحورت أوراقها لإتمام عملية التكاثر اللي هي الزهرة. الورقة التي يخرج من إبطها البرعم الزهري الذي تنشأ منه الزهرة اسمها القنابة. مجموعة من الأزهار التي يحملها المحور النورة. زهرة تترتب أوراقها الزهرية في 4 محيطات زهرية، الزهرة النموذجية. طيب زهرة تحتوي على أعضاء التذكير أو أعضاء التأنيث معا، الاثنين أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث معا، هنكتب هنا إيه؟ زهرة خنثى. خنثى اللي هي بتحتوي على أعضاء التذكير. زهرة تحتوي على أعضاء التذكير فقط أو التأنيث فقط، هنا زهرة وحيدة الجنس. عملية انتقال، شايفين هو بيقول لكم انتقال من متك حبوب اللقاح من المتك الأسدي إلى مياسم اسمه التلقيح. هنا بيقول لي 20 انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة لميسم نفس الزهرة
أو ميسم زهرة أخرى على نفس النبات، يبقى ده اسمه تلقيح ذاتي، يقول لي نفس الزهرة أو نفس النبات. طب انتقال حبوب اللقاح من منتج زهرة إلى ميسم زهرة أخرى على نفس على نبات آخر نفس النوع. كلمة نفس النوع غير نفس النبات ونفس الزهر. نفس النوع يعني أزهار تفاح، حبوب اللقاح بتاعت أزهار تفاح تروح لمياسم أزهار تفاح في نبات آخر، ده اسمه إيه؟ تلقيح خلطي. طيب علل. يسمى الانقسام الميوزي بالانقسام المنصف لأنه ينصف عدد الكروموسومات. أهمية حدوث ظاهرة العبور الوراثي أثناء الانقسام الميوزي هنكتب لتنوع الصفات الوراثية. طيب مياسم الأزهار التي يتم تلقيحها برياح تكون ريشية لزجة لالتصاق حبة اللقاح. طيب ثبات عدد الكروموسومات في أفراد النوع الواحد التي تتكاثر جنسيا بسبب الانقسام الميوزي الذي ينصف عدد الكروموسومات ثم يعود العدد كامل في عملية ايه قلنا؟ الإخصاب. عشان بتكون الزيجوت بيرجع تاني 2N. حدوث تلقيح خلطي في بعض الأزهار الخنثى ثنائية الجنس لأن المياسم والمتك لا انتبهوا ينضجان معا، ده احتمال. الاحتمال الثاني المتك أسفل الميسم، طبعا احنا قلنا لازم يبقى منه أعلى منه عشان لما تسقط حبوب اللقاح تنزل عليه على طول. يسمى الانقسام الميتوزي الانقسام المتساوي لأنه يعطي خلايا بها نفس عدد الكروموسومات. طيب وجود فتحة النقير في بويضة النبات حتى يدخل منها أنبوب حبة اللقاح لإتمام عملية الإخصاب. خلاص ناجي ل8. تحتوي ثمرة الخوخ أو الزيتون على بذرة واحدة لأنها يوجد بها بويضة واحدة. طيب بينما يحتوي قرن البازلاء على عدة بذور لأنها هنا هنقول تحتوي على عدة بويضات، لأن قلنا البويضات بعد الإخصاب هي اللي بتتحول لبذور. زهرة الورد البلدي زهرة نموذجية لأنها تحتوي على 4 محيطات زهرية اللي هم مين؟ الكأس والتويج والطلع والمتاع. تختلف النورة العنقودية عن النورة الخيمية في طريقة تفتح الأزهار. النورة العنقودية بتتفتح من فين؟ من أسفل لأعلى، أما النورة الخيمية من الخارج إلى الداخل. خلاص عرفنا طريقة التفتح. التكاثر اللا جنسي لا يؤدي إلى تنوع الصفات الوراثية لأنه يتم من خلال فرد أبوي واحد عن طريق الانقسام الميتوزي. واحنا قلنا الانقسام الميتوزي هو اللي بيديني أفراد متشابهة لأنه بيديني خلايا نفس خلية الأم. يطلق على أزهار النرجس اسم الأزهار ذات الغلاف الزهري لأنه لا يمكن التمييز بين أوراق السبلات والبتلات، يعني أوراق الكأس والتويج. زهرة الطماطم الزهرة خنثى لأنها تحتوي على أعضاء
التأنيث والتذكير، اللي هي مين؟ التأنيث اللي هو مين عندي؟ المتاع، والتذكير اللي هو الطلع. هنا بيقول لي ماذا يحدث؟ واحد، انقسام خلية جسدية انقساما ميتوزيا بشكل مستمر وغير طبيعي، ورم، سرطان، عافانا الله وإياكم. غياب الانقسام الميوزي من دور الكائن الحي التي تتكاثر جنسيا، يبقى لا تتكون الأمشاج ولا يحدث تكاثر جنسي. لأن احنا قلنا دوره اللي هو يكون الأمشاج، واحنا قلنا التكاثر الجنسي بيعتمد على حاجتين: تكون الأمشاج والإخصاب. سقوط حبة اللقاح على ميسم زهرة يحدث لها إنبات لإتمام عملية الإخصاب. خلاص. بيقول لي نضج المتك والمياسم في نفس الوقت داخل الزهرة، يحدث تلقيح ذاتي. طيب، إزالة البتلات الملونة من زهرة تعتمد كليا على الحشرات، لا تنجذب الحشرات ولا يتم نقل حبوب اللقاح، لأن احنا قلنا دورها هي تنقل حبوب اللقاح. اندماج المشيج المذكر إن مع المشيج المذكر مؤنث إن في الإنسان أو النبات، يتكون الزيجوت به 2N من الكروموسومات. عدم حدوث ظاهرة العبور والوراثة في الانقسام الميوزي، لا يحدث تنوع في الصفات الوراثية. جفاف الميسم في زهرة تعتمد على الرياح في التلقيح، يبقى إيه؟ لا تلتصق حبة اللقاح. يعني أول ما تسقط طبعا هي خلاص اللزوجة دي راحت، شوية هواها تروح إيه؟ تطير تاني. زراعة قطعة بطاطس تحتوي على برع في تربة رطبة وتعريضها للضوء، يحدث تكاثر خضري. طيب، انقسام خلية جسدية 4 انقسامات ميتوزية متتالية، احنا بنقول بنعملها من علاقة 2 أس 4، يعني هنقول 2 في 2 4، 4 في 2 8، 8 في 2 بكام؟ هتساوي كام؟ تتكون 16 خلية. عدم حدوث الإخصاب في الزهرة، لا يتكون الجنين، بالتالي مش هيبقى عندي ثمرة ولا بذور. انقسام الزيجوت ميتوزين عدة مرات، ينمو الجنين. تعالوا هنا بيقول لي قارن بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي من حيث مكان الحدوث، الأهمية، عدد الخلايا الناتجة. تعالوا نعمل هنا المقارنة. هنكتب الانقسام الميتوزي، وهنا الانقسام الميوزي. مكان الحدوث هنا الخلايا الجسدية، هنا الخلايا التناسلية أو بسميها المناسل. هنا عدد الخلايا الناتجة 2، هنا 4 خلايا. إيه فايدته؟ النمو، بعدين تعويض، التالف من الأنسجة، بعد كده حدوث التكاثر الجنسي. هنا تكوين الأمشاج، بعدين حدوث التكاثر الجنسي. تعالوا نرجع لكتابنا هنا تاني. بيقول لي تاني قارن التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي من حيث التعريف وشروط الحدوث. تعالوا هنا نرجع لسبورتنا، هنكتب التلقيح الذاتي، وهنا التلقيح الخلطي. نمسك أول حاجة التلقيح الذاتي، هنكتب انتقال
حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم. هنكتب هنا نفس الميسم في نفس الزهرة، أو الميسم هيكون فين؟ يكون في نفس، بصوا كويس، النبات. طيب الشروط عندي: 1. نضج المياسم والمتك معا. يعني ايه؟ يعني الزهرة فيها المتك والمياسم، واحدة نضجت والتانية لسه هتقولها مع التلقيش، هتروح تشوف لها زهرة تانية، فالشرط ان هما ينضجوا في نفس الوقت. يبقى دي 1. 2. مستوى المتك أعلى من الميسم، عشان لما تتفتح المتك يسقط على طول على الميسم، مش يبقى بعيدة. بعد كده 3 شرط: ممكن تكون ايه؟ الزهرة مغلقة لا تتفتح إلا بعد الإخصاب، يعني هي قافلة على المياسم والمتك جوه، بعد ما تتم عملية الإخصاب تتفتحت. بدل تم إخصاب يبقى حصل التلقيح، لا احنا بنقول التلقيح قبل الإخصاب. طيب تعالوا التلقيح الخلطي: انتقال حبوب اللقاح، شايفين؟ بصوا بقى، من متك زهرة إلى ميسم، بصوا، زهرة أخرى، شوف زهرة أخرى على على نبات من نفس، شوفوا كلمة النفس هنا، النوع، من نفس النوع، لكن هنا بقول ايه؟ نفس الزهرة نفس النبات. طيب الشروط عكس دي، هنا بنقول نضج المياسم والمتك معا، هنا عدم نضج المياسم والمتك معا. طيب 2. مستوى، برضه قلنا عكسها، مستوى المتك هنا قول ايه؟ أقل من المياسم. 3. جميعها ممكن تكون وحيدة الجنس، يعني الزهرة وحيدة الجنس، هتجيب من فين؟ خلاص، يلا تعالوا نشوف قارن الثاني. بيقول لي هنا قارن بين النورة العنقودية والنورة الخيمية من حيث المحور وطريقة تفتح الأزهار. تعالوا هنا نرجع نشوف المقارنة، ندخل على سبورتنا. هنكتب النورة، قال ايه؟ النورة العنقودية والخيمية. هنا المحور رئيسي يستمر في النمو. خلاص. طبعا هنا المحور بتاعها ايه؟ تتميز ايه؟ المحور تخرج الأزهار من نقطة واحدة. خلاص، من المحور نقطة واحدة، يعني ما فيش عامل زي الخيمة كده، نقطة واحدة من المحور. طيب هنا بتتفتح من فين؟ من أسفل لأعلى. طيب هنا تتفتح من فين؟ من الخارج إلى الداخل. واضح؟ طيب تعالوا نكمل. نشوف هنا تاني بيقول لي التلقيح بالرياح والتلقيح بالحشرات، بس ايه؟ من حيث البتلات، المياسم، حبوب اللقاح. تعالوا نشوف، افتكروا المياسم والبتلات وحبوب اللقاح. التلقيح بالرياح، هنا بالحشرات. المياسم ريشية لزجة، وهنا نفس الحكاية، ريشية لزجة. حبوب اللقاح هنا خفيفة جافة، هنا حبوب اللقاح خشنة. قلنا من حيث ايه؟ المياسم وحبوب اللقاح والبتلات. هنا عديمة اللون، مش لازم يعني، هنا ملونة ولها رائحة جذابة، أو مش هنقول عديمة اللون، يعني ميهمناش اللون، وليس هنا لها رائحة، إذا مش محتاجين الحشرات أصلا.
طيب تعالوا نشوف تاني، عايزنا نقارن ايه؟ بيقول لي قارن بين الخلايا الجسدية والخلايا التناسلية من حيث رمز عدد الكروموسومات وطريقة الانقسام. تعالوا دي مش محتاج السبورة، هنا رمز عدد الكروموسومات 2N، طريقة الانقسام ميتوزي، هنا N وطريقة الانقسام ميوزي. طيب التكاثر الجنسي والتكاثر اللا جنسي من حيث الأفراد وعدد ونوع الانقسام والصفات الوراثية. هنا عدد الأفراد فردين، نوع الانقسام ميتوزي، هنا تنوع في الصفات الوراثية. هنا فرد واحد، الانقسام ميوزي، صورة طبق الأصل من الفرد الأبوي، يعني لا يحدث تنوع في الصفات الوراثية. طيب الطلع والمتاع من حيث التركيب والوظيفة. أول حاجة هنا الطلع تركب من إيه؟ من سداء. السداء بتتركب من إيه؟ من متك وخيط. خلاص، وظيفتها الطلع إنتاج حبوب اللقاح. هنا هنكتبها اهو، بصوا، إنتاج حبوب اللقاح. طيب تعالوا المتاع بتركب من إيه؟ ميسم، قلم، مبيض. إيه وظيفته؟ إنتاج البويضات. واضح معايا؟ اوعوا تناموا، هي سنة تانية، اصحوا الامتحانات قربت. الأزهار ثنائية الجنس هنقول تحتوي على الطلع والمتاع. خلاص، وحيدة الجنس تحتوي هنا على الطلع فقط أو المتاع فقط. طيب الأزهار ثنائية الجنس رمزها شايفين إيه؟ أهو شايفين دايرة وبعدين أهي دي بالشكل ده. أما وحيدة الجنس الذكر أهو شكله، المؤنث أهو شكله. خلاص كده خلصنا قارن. ناجي بيقول لي اذكر أهمية كل من المحلول السكري. هنا يعتبر إيه؟ غذاء لحبة اللقاح لحدوث عملية الإنبات. طيب البتلات الملونة جذب الحشرات. المياسم الريشية في أزهار القمح تلتصق خلاص بها حبة اللقاح. البراعم في درنة البطاطس إتمام عملية التكاثر الخضري. الانقسام الميوزي في المناسل تكوين الأمشاج. فتحة النقير في البيضة دخول أنبوب حبة اللقاح لإتمام عملية الإخصاب. طيب أزهار البابونج مهدئ للأعصاب، بنشربها مهدئة للأعصاب. الكأس في الزهرة قبل التفتح حماية أجزاء الزهرة الداخلية. أزهار اللافندر تستخدم في تخفيف آلام العضلات والصداع. التكاثر الجنسي إنتاج أفراد جديدة تحمل الصفات الوراثية للفردين الأبويين. خلاص. طيب قلنا ما المقصود بكل من التعريفات موجودة واضحة في الكتاب، حتى عندكم في كتاب المراجعة النهائية واضحة، مش هنضيع وقت ونحلها. تعالوا بيقول لنا هنا ادرس الشكل المقابل. أول شكل عندي هنا يمثل ظاهرة حيوية، ما اسمها ظاهرة أهي، أهو الشكل أهو، العملية اسمها عملية
العبور الوراثي. ما نوع الانقسام اللي يحدث فيه ميوزي؟ طيب اذكر أهمية حدوث الظاهرة تنوع الصفات الوراثية. بيقول له انظر إلى الشكلين المقابلين ثم أجب. بيقول حدد نوع النورة في كل من الشكل دي نورة عنقودية وهنا نورة مشطية. طيب ما طول المحور في كل شكل؟ هنا المحور طويل وهنا قصير لأنه بيتوقف عن النمو. بعد كده في الشكل المقابل التالي يعبر عن إحدى العمليات اللازمة إتمام عملية التكاثر. أهو الشكل ده، العملية دي أهو شايفين ده حيوان منوي وده بويضة. شايفين الحيوان المنوي هنا إيه حصل؟ اندمج. بدل اندمج يبقى العملية دي اسمها إيه؟ إخصاب. طيب ما اسم العملية في الرقم؟ ما اسم العملية اهي شايفين اهي رقم 3 دي عملية إخصاب اهي. طيب ما نوع الانقسام الذي ينتج عنه كل من الخلية واحد؟ شايفين الخلية نوع الانقسام في الخلية واحد ده حيوان منوي. نوع الانقسام هنا ميوزي. طيب بعد كده بيقول لكم والجزء 4 اهو 4 ده خلاص اتزيجت ده بجسمه جنين. يبقى بدل تكون الجنين هيحدث انقسام ميتوزي لأن الجنين هنا عايز ينمو. طيب إذا كانت الخلية رقم 2 أهي 2 دي أهي شايفينها اللي هي البويضة تحتوي على 23 كروموسوم. مادام بويضة 23 كروموسوم دي إن، فما عدد الكروموسومات في الخلية الناتجة؟ 3 اللي هو الزيجوت. يعني هنا دي إن المفروض تي إن يعني هضرب 23 في 2 هتطلع لي كام؟ 46. واضح؟ بيقول لي هنا انظر إلى الشكل المقابل. بصوا معايا الشكل اللي هنا بيقول لي ايه؟ انظر للشكلين المقابلين، حدد جنس الزهرة في كل شكل مع ذكر السبب. الزهرة الأولى هنا عندي الجنس بتاعها ايه؟ الشكل رقم 1 دي جنسها خنثى. ايه السبب؟ تحتوي على الطلع وتحتوي على المتاع، ده عضو التأنيث وعضو التذكير. هنا الزهرة رقم 2 أنثى تحتوي على المتاع فقط. طيب اذكر نوع التلقيح في كل شكل. دي بدل بتحتوي على الاثنين تلقيح ذاتي، هنا هيبقى تلقيح خلطي. طيب بعد كده يوضح الشكل المقابل تكاثر أحد الكائنات الحية الناتج عن طريق فرد أبوي واحد. ما نوع التكاثر الحادث؟ تكاثر هنقول لا جنسي. طيب اذكر نوع الانقسام الحادث أثناء التكاثر. بدم لا جنسي يبقى الانقسام ميتوزي. هل عدد الكروموسومات في خلايا إكس الناتجة من عملية التكاثر يساوي N أم 2N؟ طبعا 2N لأن قلنا الانقسام ميتوزي. طيب بكده يا سنة تانية خلصنا حل بنك الأسئلة للوحدة الثالثة. إن شاء الله هنستكمل بحل بنك الأسئلة للوحدة الرابعة. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة للقناة عشان يصلكم كل جديد. شكرا لكم. إذا في أي استفسار زي ما تعودنا نكتبه في التعليقات. شكرا لكم يا سنة تانية وأشوفكم في فيديو جديد. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.